بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه مكملين مع بعض سلسلة الوصفات الصحية بدقيق الحبة الكاملة. ووصفتنا النهاردة إن شاء الله مميزة جدا. البقسماط والكحك. والحقيقة إن أنا لما عملته كان في نيتي إن أنا أعمله بقسماط مقرمش، فعملت خطوة كده هقول لكم عليها في الفيديو. بس بصراحة طلع ناعم جدا، يعني أعتبره كحك ناعم وصوابع كده مقرمشة. نسمي الله ونشوف كده الخطوات مع بعض. معايا نص كوباية من المية الدافية، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من دقيق الحبة الكاملة. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض وهنسيبهم كده على جنب. معايا نص كوباية من الزيت، ضفت عليهم كوبايتين من دقيق الحبة الكاملة، قلبتهم على البارد وبعد كده برفعهم على النار. ودي الخطوة اللي غيرت العجينة من بقسماط مقرمشة لصوابع كده ناعمة. طبعا بقلبهم على النار حوالي 5 دقايق بالظبط لحد ما الدقيق يفلفل معانا بالشكل ده. وبعد كده بنقله في طبق عشان الدقيق يبرد معانا. معايا هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخل، وضفت خليط الخميرة. بقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. هنلاحظ هنا ان العجينة طرية شوية. طبعا اختبرت هنا العجينة، لاحظت ان هي طرية بزيادة، فزودت ربع كوباية من الدقيق. وبدأت كده ألم المكونات كلها مع بعض. شو بقى العجينة هنا بقت طرية برضو، بس متماسكة وسهلة التشكيل. شو بقى ممكن أشكلها كحك أو صوابع أو قراقيش، أي حاجة تقدري تشكليها بنفس العجينة. شوفوا ناعمة جدا. معايا هنا حوالي نص كوباية من السمسم المتحمص، وضفت عليهم معلقة من حبة البركة، وهنزل بمعلقتين من المية وبقلب كده المية مع السمسم وحبة البركة. وضفت كمان معلقة كبيرة من السكر البودر. هبدأ بقى أعمل صوابع. وبصراحة أنا لحد الخطوة دي كنت المفروض إن أنا عاملة بقسماط، ما كنتش أعرف إن الصوابع هتطلع ناعمة جدا. ف دي بقى نعتبرها زي باتون ساليه، بس ناقص إن أنا أحط عليه بهارات. هو بالظبط نفس قوام الباتون ساليه، لأنه ناعم جدا. الخطوة اللي أنا طبعا قلبت فيها الدقيق على النار 5 دقايق، خلى العجينة ناعمة معانا. عملت جزء كمان كحك، بصراحة طلع تحفة. بعمله صوابع كده وبنزله في السمسم وبعد كده بشكله. ممكن أعمل كمان كمية من الصوابع وابدأ أشكلها كحك أو أحطها كده صوابع. بصراحة العجينة دي جميلة جدا، وتقدري تعملي منها أشكال كتيرة. بشغل بقى الفرن 10 دقايق كده على درجة حرارة 160 أو 180، وبدخل الصواني على الرف اللي فوق. بتاخد يعني وقت طويل شوية، يعني حوالي نص ساعة أو ساعة إلا تلت عشان تتحمص كويس. وبرضو كده الصواني وهي في الفرن بحركها كذا مرة عشان التسوية تكون مظبوطة. شو بقى طلعت من الفرن ريحتها بجد تحفة.
شوفوا كمان الكحك شكله حلو قوي. طبعا ممكن تضيفي كمان في العجينة ينسون أو شمر أو بهارات كحك، وتعملي من نفس العجينة كحك العيد وتنقشيه عادي خالص. ممكن كمان بالحشوات بالملبن وبالعجوة. شوفوا الصوابع ناعمة جدا. بجد طلعت جميلة جدا، وريحتها كمان كانت قلب البيت. بتمنى تجربوا وصفة النهاردة وتتابعوني في باقي الوصفات اللي أنا منزلاها، الوصفات الصحية بدقيق الحبة الكاملة. عاملة وصفات كتيرة على القناة. عملت الريش بعجوة والقراقيش السادة، وعملت العيش بالدقيق الأسمر في الطاسة، وعملت كمان البوريك. وصفات كتيرة. إن شاء الله كده أكمل معاكم سلسلة من الوصفات الصحية. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.